ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال. رمضان يا رب كريم عليكم كده، كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب رمضان بالخير واليمين والبركات ان شاء الله، وتكونوا سعداء ومبسوطين في رمضان. فيديو حلو جدا جدا ان شاء الله يعجبكم. عايزكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده. يلا بقى شجعوني كده باللايك. عايزه اقول لكم تعبت جدا جدا في الفيديو ده. خلاص رمضان يا جماعه فاضل له خلاص يومين ايه، هنستحر بكره، النهارده السبت هنستحر بكره بس كده. فدخلت كده زي ما انتم شايفين على المطبخ، بجد الوقت سرقني جدا. كنت بحضر بقى في حاجات تانية وكنت بجيب اكل وبصوا مشغوله، وكنت بروق برضو الشقه. فعايزه اقول لكم بقى النهارده قلت لا خلاص هقوم فورا انزل لكم الفيديو ومونتاجه كده زي ما انتم شايفين. بجد الوقت سرقني ومشغوله بقى في الزينه، وبنزل اروح اجيب الليد وبشوف بقى الناس اللي بيعلقوا في الشوارع والكلام ده. فالنهارده ان شاء الله الفيديو حلو جدا جدا. وابتديت بقى بالروتين بتاعي البسيط، بسيط جدا. عباره عن ايه، نظفت كده الرخامات. بصوا انا هنا جبت فاني كده اتصلت بالشركه يجوا يغيروا لي الشمعات بتاعه الفلتر، كانت متبهدله. قلت بقى نخش عشان نعمل بقى ايه، عصاير بقى وحاجات كده من ميه كده نظيفه. ورميت كده بقى الطبق ده، الحمد لله الحمد لله كان هيعور ايدي فاتكسر مني في الحوض. هصبن برضو بقى الرخامه كده. قلت بقى ايه، عايزه بقى اخش على رمضان كده والدنيا رايقه وهاديه عندي في الشقه. النهارده ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اعملوا لي بس لايك كده لو عجبكم الفيديو، عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو، وانا بجد بجد الفيديو ده تعبت فيه جدا. هقول لكم دلوقتي كل خطوه تعبت في ايه بالظبط. هنا كنت لسه طالعه من الشارع بنفس العبايه اللي انا كنت بيها، لسه طالعه عايزه بصراحه اخلص المطبخ عشان لسه هعمل الاوض بره. فكنت زي ما انتم شايفين بعمل بسرعه بسرعه كده. كنت لسه طالعه، رحت كانت الساعه كام، كانت الساعه 11 بالليل والله زي ما بكلمكم. خدت اختي وخدت جوزي ونزلنا جري، رحنا نجيب الليد دوت عندنا. يعني السوق ما شاء الله يعني فتح 24 ساعه، وكمان في رمضان بيبقى زياده عن اللزوم. فنزلت كده ورحت جري اشتري الليد. قلت عايزه بجد افرش الشقه، ما فيش وقت بجد، ما فيش وقت خلاص. قالوا لي هننزل الساعه 12. قلت له الساعه 11 بالليل؟ قلت لهم ايوه كل الناس فاتحه يلا ننزل. وخدتهم فعلا ونزلت جبت كل الحاجات اللي انا محتاجاها. الدبل فيس بقى الدبل فيس كنت عايزه اجيب كده اللي هي هوريكم دلوقتي كل حاجه. ابتديت بقى اعمل الاول، قلت مش هعلق طبعا على البهدله ديت، والمطبخ مبهدل والرخامات مبقعه كده مطرح الاكل والكلام ده. فقلت بسرعه، سامعين صوت الزينه؟ بجد سمعنا تحفه. انا هنا كده بمنتج لكم الفيديو وانا عند ماما، والشارع تحت عندها الناس كلها بتعلق. فانا طبعا واقفه معاهم في البلكونه، وهاتوا لا اظبطوا هنا ووسعوا لي مكان للسبت. عارفين انتوا الاجواء دي بجد اجواء تحفه جدا جدا. انا واقفه لهم في البلكونه، مش داخله من البلكونه غير لما يعملوا لي اللي انا عايزاه في الحاره. هنا بقى كانوا بيعلقوا زينه، سامعين صوتها تحفه. فكنت واقفه لهم بقى بقول لهم لا انتوا توسعوا لي مكان للسبت، عشان بتاع الرصاص بيجي كل يوم وانا بنزل له السبت. فلو نزلت له السبت وانتوا حاطين الزينه مكان السبت بتاعنا، فانا هعمل ايه، هقطعه. فتقبلوا ان انا اقطعه؟ قالوا لي لا. قلت لهم بس كده انا واقفه معاكم لغايه اما تعملوا لي مكان للسبت. وبيعلقوا. يا رب يخش رمضان علينا جميعا بالفرح والسرور يا رب، اللهم امين. ويجبر كل حد مكسور خاطره، ربنا يجبر كل خاطر الناس يا رب، ويجعله كده شهر رمضان كريم علينا وعليكم جميعا يا رب. ويخش علينا كده بالبهجة والفرحة والرضا. أهم حاجة الرضا وراحة البال. بس بقى عايزة أقول لكم إن أنا عندي في رمضان بجد والله ما بيبقاش في وقت خالص. هتقولي لي ليه مش بيبقى في وقت؟ ببقى بصراحة يعني صراحة ربنا بقعد أقرأ في القرآن. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مش عندي وقت خالص بأمانة. يعني على قد ما بقدر كده بيكون عندي وقت بسيط، علشان مثلا ساعات بروح بابا بيبقى عايزني نقعد معاه. ساعات برضو بروح البيت فببقى وقتي مشغول. وغير كده كمان أكترية الوقت طبعا الحمد لله يعني بقرأ القرآن، عشان بحاول أختمه حوالي مرتين في رمضان على أقل ما يمكن. إن شاء الله إن شاء الله كده ربنا يكرمني
هبدأ فيه بإذن الله بإذن الرحمن بكرة بأمر الله يعني. هصلي كده الفجر وهقعد بقى كده أشوف كده هخلص لغاية فين وبقول لكم. عايزة أقول لكم بجد بيبقى راحة بال. بستنى بقى لولي بصراحة لغاية كده من السحر. وبعد ما بسحر بفضل طبعا قاعدة لو في مواعين في حاجة بعملها، إذا كان عندي أو في بيت ماما هنا يعني بعملها. وبعد كده بقى استنى لولي لما تنام، عشان بجد بجد كل ثانية تخرجني من القرآن يعني، وانا بقرأ كل ثانية تخرجني وبنسى انا فين. فبستنى لغاية اما تنام واقعد كده لغاية الشروق الصبح كده. بس عايزة اقول لكم بقعد لغاية الساعة 7 كده اقعد اقرا. وكله بقى بيبقى نايم وانا مولعة بقى النور بتاع رمضان ومولعة لمبة صغيرة بس ان هي تخليني اشوف القرآن والكتابة وكده. وبعد كده بقى اقعد بقى كله ينام وخلاص بقى ما بقومش بقى ولا اشرب ولا الكلام ده كله، واقعد بقى كده استغفر ربنا واقعد بقى مع نفسي لغايه الساعه 7 لغايه الساعه 8 وانام بقى اصحى الساعه 2. مع كل صلاه بقعد برضو الحمد لله يعني مع كل صلاه بقرا. يعني مثلا لو الظهر بقرا مثلا 10 صفحات، العصر نفس الكلام. بس بصراحة صلاة الفجر ما بصلي، وساعات بروح أصلي في الجامع هنا جنب ماما. بلم هنا كده البنات كلها بتاعة العمارة والعيال والكل اللي عايز يروح يصلي بلمه والله بجد. من وانا بنت يعني من وانا هنا في بيت ماما زمان كنت بعمل نفس الموضوع ده، ألم كل العمارة والشارع اللي ورانا والشارع اللي بعدينا واخدهم ونروح نصلي. فطبعا لولي مش هينفع انزل اصلي، بس انا هنزل ان شاء الله يعني لو رحت ابقى اصورلكوا في يوم. بس لولي آه، بخاف عليها ان انا طبعا بصلي هي ما بتقعدش قدامي. فماما بتقول لي خلاص بقى اقعدي صلي هنا في البيت بدل مشغوله وكده. بس فربنا يا رب كده يثبتنا على القرآن ويجعلنا كده. عايزه اقول لكم كده هنا بقى الفرحه ابتدت تبتدي. انا هنا كده وانا بصور لكم انا هنا متنكد عليا ليه بقى؟ الكم بتاع العبايه مضايقني اول حاجه. تاني حاجه خلصت هلم كل بقى الكلام ده اسيبه يتصفى بس 15 دقايق كده وهرجع كل حاجه مكانها. وهروح على البوتاجاز. كنت هنا كان نضيف زي الفل، كنت عامله قبلها بيومين او 3 كده بالمزيل الدهون بيتو كنت عامله بيه. فبصراحه فكنت هنا الصبح صحيت فطرت. فقلت الرد بقى كنت مؤمر عيش هنا اللهم صل وسلم وبارك. فقلت لا المه بقى عشان انا بجد زهقت. عايزه اقول لكم ان انا قلت اخلص بقى كل حاجه وغسلت. عايزه اقول لكم بقى غسلت مواعين. قلت عايزه اقعد كده. طب اول 3 4 ايام من رمضان ما اعملش حاجه يا ولاد في الشقه بس ما فيش الكلام ده. بس كده يا حلوين مسحت البوتاجاز اهو زي الفل زي ما انتم شايفين. الكم هنا حرق دمي. قلت يا ريتني ما كنت عملت بيه، بس انا بجد كنت مستعجله وعايزه اصور الفيديو. كنت لسه طالعه من الشارع زي ما قلت لكم في اول الفيديو. فهنشوف دلوقتي الحمد لله خلصت كده المطبخ. المواعين اهم حاجه اتشالت. عايزه اقول لكم المواعين دي هي بتاعت نص ساعه يعني بتاعت الفطار. خلاص كده خلصت الحاجات دي كلها. وتعالوا بقى اوريكم المشتريات بتاعتي. جبت كده الفرخ ده او اللوحه دي. دي بتتباع بالمتر، المتر ب15 جنيه. انا جبت متر والله، وجبت متر وندمت اللي انا جبت متر. هتقولي لي ليه؟ بصي هو الورق اللي ورا ده بيتشال. بس ما شلتوش بصراحه عشان انا خايفه بعد رمضان ان شاء الله يعني لما يخلص اما اشيله يبهدل الحيطه. فانا ندمت طبعا ان انا جبت متر. هقول لكم ليه. ثواني يا ليلي جايه يا لولي. فندمت ليه؟ قلت بقى انا كنت شايله هم شايفين المكان الفيشه او مكان الفيشه بتاعه البوتاجاز. فانا كنت خايفه قلت هحطها ازاي. فبعد ما جيت بقى افتكرت ان انا ممكن اقص حوالين الفيش. فقلت الحمد لله مش مشكله جبت متر. الله اكبر الله اعظم. المغرب بتأذن. المغرب هتخلص وتخلص اذان بعد كده ارجع لكم تاني. بس كده يا حلوين. وبعد كده جبت اللزق اللي هو الدبل فيس ده الاحمر. انا اول مره اجربه بصراحه. بس البياع يعني قال لي هو حلو جدا. هنا بقى اللحظه المتعبه اللي بصوا تعبت جدا في اللحظه ديت. جبت برضو اللي هو الليد دوت. المتر كان ب30 جنيه. بصوا جبت ايه مقاس المطبخ عندي. بصوا لونه حلو جدا. جبت حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. بحب اللون ده قوي. بس بصراحة اللي عجبني في كل ده الليد ده عجبني جدا. وعجبني كمان اللي هو الفرخ اللي هو بالمتر دوت. المتر كان ب15 جنيه. بس انا ندمت يا ريت كنت جبت مقاس الحيطة كلها.
مفيش مانع، ممكن اجيب برضو واكمل. شكله حلو جدا. هنا بقى بشوف المقاس بتاع الليد مظبوط ولا لا. عايزه اقول لكم اللزق الدبل فيس ده حلو جدا، اللي هو الاحمر ده احلى من الابيض بكتير، لكن متعب قوي قوي في الفك بتاعه. عشان تشيليه من اللزقه الحمراء ديت، هو كده كده شفاف، اما تيجي تشيليه من اللزقه الحمراء دي بيتعب جدا وخنقني جدا ووترني جدا. بس عايزه اقول لكم فرحت. الليد ده طبعا انا مش جايباه لرمضان عامه، انا جايباه ان انا اسيبه على طول في المطبخ، عشان انا كان عاجبني من فتره. لولي اوعي تقعي انزلي. طب ماشي تعالي. كان عاجبني من فتره، لكن كنت كل ما انزل اسال عليه عندنا في المكان، يعني في مكان بيتي، فما كنتش بلاقيه. اول ما لقيته قمت جايباه، قلت الحمد لله بص جه في وقته. ونزلت له الساعه 11 بالليل، قلبت عليه الدنيا وجبته. عايزه اقول لكم ان هو فيه بضاعه كتير ناقصه في السوق، فما صدقت بصراحه ان انا لقيته. جبت منه المتر ب30، وجبت اللي هو الدبل فيس ده. البقره دي ب30 جنيه، في منها الاعرض. انا جبت على قد الليد. تمام كده. بصوا هنا انا بعاني، بصوا الحمد لله الحمد لله، انا هنا كنت بعاني طبعا. فخلصت كده. تعالي هنا كده كنت بعمل لكم بفنتش، بصور بعدها بساعتين. بصوا بقى الشكل تحفه زي ما انتم شايفين كده. ادى لون حلو قوي. ثواني يا لولي، فين تليفون تيتا؟ طب هاتي عشان نتفرجي عليه. تمام كده خلاص كده. ركبت اول واحده دي كده البدايه. هشيل بقى كل الكلام ده. بصوا بقى، يا ريت كنت جبت اللي هي رمضان كريم دي، الحيطه دي كلها اللي هي عند البوتاجاز. بصوا انا هنا ما كنت انا جايباه على اساس احطه في مكان بيكون بعيد عن الفيش. فلما جيت بقى بالليل، اقتراح يعني جوزي وكده، قال لي لا انا اقصلك مكان. قلت له طب ليه ما قلتليش؟ ما احنا كنا عند، ليه ما قلتليش؟ ليه ما قلتليش؟ كنت جبتي الشكل كله مره واحده. ما انا مش عارفه اما انزل تاني هلاقي شكلي نفس الشكل. بصوا انا هنا بحاول على قد ما اقدر ان انا احطه بعيد عن الفيش. لقيت هناك هيبقى عند الفيشه اللي هي بتاعه البوتاجاز، فاعمل ايه؟ فقال لي لا رجعي بقى حطيه هنا، او بصوا رجعي هنا حطيه، ونعلم كده بالمقص او السكينه ونفتح مكان الفيشه. فقلت بصراحه ايه يا ليالي، حاضر روحي. فقلت بصراحه عايزه اقول لكم، انت عايزه كرتون؟ اقعدي اقعدي بقى ساكته. تمام هنا ماشي. فقلت هنا زي ما انتم شايفين كده، علمت بقى بالمقص. التليفون بتاع تيتا فصل على فكره. بصي انت فصلتيه، لا عشان انت ما بتسيبهولاش. اهو فصل، هنشغله تاني اهو. حاولت كده اوسع المكان زي ما انتم شايفين، والدنيا اتظبطت. طبعا ما رضيتش اشيل اللزق اللي في الفرخ ده، لان لو بصراحه اشيل الفرخ اللي في الورقه ديت، علشان بعد كده قلت لما اجي اشيله مثلا بعد رمضان يبقى جبت بقى بكره اللزق ديت اللي هي اللزق الكهرباء، ولزقت بيه كده. بصوا من الاربع جوانب كل جنب كده حته لزق صغننه. جاز سمبوسك ملك. ماشي خلاص ماشي خلاص كده. وعايزه اقول لكم بجد بجد مختلف تماما شكل المطبخ، بجد مختلف بالفرخ ده، رغم هو بسيط جدا وسعره بسيط جدا. هو المتر ب15 ولا الفيشه اللي ب15؟ بصوا هو المتر ب10 لما ب15 مش فاكره، عشان انا كنت جايبه فيشه الليد مش عارفه. بس يا لولي صراحة كنت جايبه المتر ب15 لا ب10. المهم يعني حلو جدا وسعره حنين، بصوا بيخلي لكم البيت مبهج وتحفه. انا طبعا رتبت كده المطبخ، عشان عايزه اقول لكم اكتريه الوقت طبعا بنبقى واقفين في المطبخ. ممكن حد يخش يعلق لي ايه بتعلق لي في المطبخ والكلام ده، لا بس فعلا اكتريه الوقت بنبقى واقفين في المطبخ. بس يا لولي ممكن حد يقول لي مثلا ايه ده بتعلقي لي في المطبخ والكلام ده، لا طبعا اكتر الوقت ببقى واقفه في المطبخ. وبجد لما بقف في المطبخ في رمضان انا بعلق الاضاءات دي كلها، انا بنورها والله زي ما بكلمكم كده. بعلق النور اللي هو الصغير ده اللي هو الالوان الملون اللي انا حاطاه عند الشباك المطبخ ده، بنوره. بحس بجد باجواء رمضان. بيديني شكل مختلف جدا وراحه نفسيه بصراحه. بس كده حلوين. انا كده قلت لكم الليد يا لولي، الليد المتر ب30 جنيه. انا جايباه اللي هو لمبتين
جبت الفرع الشجر ده برضو هعلق على الغاز، المواسير بتاعت الغاز هعلق الشجر ده. الشجر ده الفرع كان ب20 جنيه، جبت حوالي 3 أو 4 مش فاكرة، 3 أو 4، 3 احطهم في المطبخ وواحد بره في الريسبشن. والزينة اللي هي بجو طمطم دي اختي اديتها لي، كانت عندها زيادة وخدتها. ايه هنا بقى زي ما انتم شايفين بلزق الدبل فيس كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بيتعب جدا المرحله دي. هو كل حاجه بصراحه سهله وكانت بسيطه، بس ان انت تشيلي الدبل فيس من اللزق اللي هو الاحمر ده فهو متعب جدا. انا هنا كنت واخده يا بنتي. بس كده يا حلوين، خلاص الفيديو بتاعي كده قرب يخلص. عايزه اقول لكم اجواء تحفه، وفضلت بقى سايبه النور بجد كان شكله جميل. يعني اقول لكم كده كل سنه وانتم طيبين وبخير وفي اتم صحه وفي احسن حال، ورمضان كده يعود عليكم بالفرح والسعاده والسرور والراحه والحب والامان بامر الله يعني. بس كده بصوا انا هنا بعاني، انا هنا بقفل الكاميرا واروح اشيله، اقعد مثلا نص ساعه اشيل فيه وارجع لكم تاني. يعني خلف الكواليس دي مش قادره اقول لكم حاجات غريبه بتحصل. يعني انا قعدت حوالي ربع ساعه بشيلها من مكانها. هنا بقى بصوا لما بتبقى ستريت كده مكان واحد بتبقى بتلزق كويس. لما بتيجي بقى انت تعملي كسرة او تعملي زي ما انتم شايفين الكسرة اللي عندي كده في المطبخ دي فبتضايق جدا. فانا هنا قعدت طبعا معاناة شديدة اعلقهم. جبت برضو الزينة دي زي ما انتم شايفين، الزينة دي انا اللي بركبها قالوا لي، بس طبعا عشان المطبخ عندي صغير فحسيت ان هيبقى لو حطيت الحاجات دي هتبقى كتير قوي قوي فيه، فاكتفيت بالشكل الجميل الخرافي اللي انتوا شايفينه ده. بجد نخش كده رمضان واحنا مبسوطين ويا لي. بس بقى كده شكل المطبخ بعد لما خلص شكله حلو قوي. وحطيت الفرع اللي هو النور الصغير ده حطيته هنا في المكان ده انسب مكان في المطبخ. حسيت بصراحة ان ده انسب مكان في المطبخ احطه، ان انا طبعا مش عايزة الزق على السيراميك ولا الكلام ده. فكده كان شكل المطبخ بتاعي. عايزاكم تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو والحاجات الحلوة اللي انا عملتها في المطبخ والاجواء الجميلة الرمضانية. وبس يا حلوين كده خلاص كان الفيديو بتاع النهارده. عايزه اقول لكم ان انا طولت عليكم اكيد، بس معلش عشان اوريكم بس النهايه بجد جميله هي زي ما انتم شايفين. وخلاص يا حلوين بصوا الشكل بجد تحفه وفنانيس بقى ورمضان كريم. بصوا انا هنا بقى طفيت النور عشان اوريكم لما اطفي النور. عايزه اقول لكم ايه، لما بجد بطفي اللمضه بقى اللي هي البيضه واسيب النور كده بفضل بقى داخله خارجه اجيب مثلا اي حاجه من المطبخ بجد بيبقى مختلف. ورمضان كده بيبقى حاسه فعلا ان انا في رمضان زي ما انتم شايفين. بس كده يا حلوين يا رب كده اسيبكم في امان ورحب بال وحب ورمضان كريم يا رب علينا. وعايزاكم كده تدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات، دعوه جميله منكم ليا. ولكم بالمثل ولكم بالمثل، خليكم فاكرين الكلمه دي. اي حد يدعي لي دعوه حلوه والله هدعي له ولكم بالمثل. وخلاص كده يا حلوين الفيديو بتاعي النهارده انتهى. استنوني ان شاء الله ان شاء الله في بكره في فيديو جديد يكون برضو حلو كده. هعلق زينة رمضان في الريسبشن ويكون ان شاء الله فيديو جديد عليكم يا رب. يكون رمضان خير عليكم يا رب، مش فيديو جديد خير عليكم، لا رمضان خير عليكم يا رب كده. وخلاص يا حلوين اسيبكم بقى في حفظ الله وفي رعاية الله. الفيديو بتاعي كده انتهى، ولو وصلت لغاية هنا رمضان كريم عليكم يا حلوين. مع الف سلامة، يلا اسيبكم في حفظ الله. باي باي. قولوا يا عماكو.